مراته بالألم بسبب الاير فراير. مساء الخير. صاحبة مشكلتنا النهاردة بعتة بتقول: أنا لما ابني خلص تجهيز شقته جاب لي المفتاح وقال لي اتفضلي يا ماما، دي نسخة من مفتاح شقتي خليها معاكي. والحقيقة ان اللفتة دي فرحت قلبي. بعد فترة بنتي قالت لي: يا ماما، مرات اخويا عندها اير فراير وده بيعمل اكل صحي وانا عايزة اخس. قلت لها: وانا كمان هخس معاكي، احنا نبدأ دايت مع بعض. وبقيت اديها الاكل وتطلع تعمله فوق، وفضلنا على كده بتعمل مرتين في اليوم. لاحظنا ان مرات ابني متغيرة وما بقتش مبسوطة. لما سألت بنتي قالت لي: ايوه يا ماما، انا بحس انها بتتضايق مني لما بطلع. قلت لها: اخوكي بيتضايق؟ قالت لي: لا يا ماما، اخويا مرحب. قلت لها: بس خلاص، انت بتعملي في بيت اخوكي. وسكتنا. في يوم مرات ابني راحت تزور اهلها، فبنتي بتقول لي: هنعمل ايه النهارده يا ماما في الاكل؟ ادت لها المفتاح وقلت لها: اتفضلي اعملي الاكل وتعالي. وفعلا بنتي طلعت وعملت الاكل وتمام. مرات ابني رجعت من عند اهلها وطلعنا انا وبنتي على صوت صريخها وزعقها: انا اهلي تعبوا في جهازي، انا اهلي طلع عينيهم عشان يشتروا لي الحاجه دي، امك واختك بيطلعوا الشقه حتى وانا مش موجوده، ما كفهمش ان هما بيطلعوا مرتين وثلاثه في اليوم وكده بيستهلكوها وبيبوظوها وكده. ابني الحقيقه وقف وقفه راجل وقال لها: اسمعي يا بنت الناس، البيت ده كله تحت امر امي واختي، انا امي تؤمر وكلنا هنا ننفذ. انا ماضي على قايمه والحاجات دي مكتوبة في القايمة، يعني الحاجة دي بتاعتي، فما تستعبطيش. وضربها قلم خفيف. أنا قمت وحشت عنها، مش عايزة الموضوع يكبر أكتر من كده. الحقيقة إن الموقف اللي عمله ابني رضاني وجبر بخاطري، بس من الجهة التانية كنت زعلانة بسبب الكلام اللي مراته قالته. تاني يوم بتقول لي: يا ماما، هنعمل ايه في الأكل النهاردة؟ هطلع أعمل ولا ايه؟ قلت لها: لا، استني كام يوم عشان تحس بغلطها وتعرف اننا زعلانين. فبنتي قالت لي: ايه رأيك يا ماما، ما نخلي اخويا ينزل لنا الاير فراير هنا ونطبخ هنا وبلاش مشاكل. فانا محتارة اسمع كلام بنتي وفعلا ننزل الاير فراير هنا وبلاش مشاكل وجع دماغ، ولا كده بضغط على ابني وبحطه في موقف مش لطيف. يا ست الكل، بر ابنك بيكي يحترم، ما نقدرش نتكلم فيه. يمكن ما عندي تحفظ على اسلوب مرات ابنك وطريقة كلامها، لكن هي مش غلطانة. كونها تكون متضايقة ومتضررة ده حقها، انتوا انتهكتوا خصوصيتها. وبالمناسبة، لما ابنك يديك المفتاح ده الأمان وللطوارئ، مش عشان تدخلوا بيتها في عدم وجودها وتنتهكوا خصوصيتها، وده مش من حقكم على فكرة، ولا في الشرع ولا في الدين. النقطة اللي أنا حابة أتكلم فيها تحديدا موقف ابنك اللي انت شايفاه بطولي ورجولة، لا هو مش رجولة. وأي واحد يمد إيده على مراته مش رجولة. مفيش مبرر لمد الإيد. الألم اللي حضرتك شايفاه خفيف، فهو في النهاية أهانها وجرحها وانتهاك لكرامتها في وجودكم، وهي صعب تنساه. فالحقيقة أنا شايفة حل المشكلة حضرتك تجيب لبنتك اير فراير، وحتى لو الإمكانيات مش سامحة أخوها يساعدك، وممكن تجيبوها ولو بالقسط. وحافظوا على كرامتكم وما تخلقوش نكد في البيت. مش هتبقي مبسوطة أبدا لو ابنك مش مبسوط، وطول ما مراته مش مبسوطة مش هتعرف تسعده. حل المشكلة بسيط، بنخلق ليه مشاكل يا جماعة من مفيش. مستنية رأيكم في التعليقات. أنا صافي ودي كانت حكايتنا النهاردة.